السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول أنا بعتذر إن أنا تقريبا ما عملتش فيديوهات أو ما ظهرتش من بعد نصف نهائي كأس العرب، لأن كنت مريض. يعني اللي هيلاحظ في الفيديو ده هيلاقي فيه سنة ورم كده صغير، الحمد لله خف عن الأول كتير. بس أنا ما قدرتش أستنى، كان لازم أتكلم على ماتش منتخب مصر وزيمبابوي اللي لسه خلصان من ساعات. ماتش لا لون ولا طعم ولا اي حاجة. ولا انت عارف مصر بتلعب باي طريقة؟ بتلعب على المرتدات؟ لا. بتلعب مثلا استحواذ وضغط عالي؟ لا. بتقفل مثلا وتلعب على محمد صلاح او عمر مرموش او انطلاقات تريزيجيه؟ لا. مفيش اي خطة لمنتخب مصر. بس احنا كسبنا ورجعنا، عملنا ريمونتادا 2-1 بفضل فرديات، او هو بس بفضل عمر مرموش. عمر مرموش في رأيي هو كان نجم اللقاء، وبالاخص نجم الشوط الثاني. الكرة اللاعب الوحيد اللي كانت الكرة بتيجي وتحس ان فيه خطورة. ابراهيم عادل نازل عايز يرقص ويشوط، تريزيجيه برضه يرقص ويشوط. صلاح من اسوأ لاعب منتخب مصر، مع ان هو اللي احرز هدف التقدم في الدقيقة 90. بس محمد صلاح اداؤه سيء جدا مع المنتخب. حسام حسن ولاعيبة المنتخب لو ما لموش نفسهم وادركوا ان حاليا كرة القدم بقت لازم تلعب كورة، ما عادش في منتخب ضعيف ومنتخب قوي، لازم تلعب كورة عشان تقدر تفوز. هو مكسب حلو وان شاء الله باذن الله، يعتبر كده هنصعد حتى لو من احسن توالت. باذن الله القادم افضل لمنتخب مصر.